كل تاريخ فرعوني ومش كل ده لخبطة. مصر الأزهر، هذه الحقيقة. رفع الكنانة أزهر فمشت لها الركبان، حمل الرسالة أزهر يا فخرنا يا عزنا نحن الأزاهر والسنة. يا سلام يا سلام. نعم، هذه حقيقة مؤكدة، إن يعني المؤلفات، المكتبة الأزهرية، التراث العلمي اللي أنتجه العلماء في شتى العلوم يجعل الإنسان فعلا كما قال شوقي: واخشع مليا واقض حق أئمة طلعوا به ظهرا وماجوا أبحرا. الله الله الله. رجال كانوا الله. أجل من الملوك جلالة. الله. فالقيادة العلمية، القيادة السياسية، القيادة الاقتصادية، القيادة الفكرية، القيادة، كل دي كانت الأمة متحدة جدا ومحافظة على كيانها جدا، وتفتح البلاد لله، والعلماء يتخرجون في شتى البلاد. ويوم أن ضيق هذا المكان، ويوم أن ركز على ضربه، ويوم أن صدرت الأسهم وصعوبة الأسهم المسمومة إليه، نعم. وإلى مشايخه وإلى علمائه وإلى طلابه وإلى طالب وإلى آخره، وجدنا أن الأمة نفسها تضعف مع هذا الضعف. يعني بين ضعف الأزهر وضعف الأمة كلام كبير جدا جدا، ده يؤثر في ده وده يؤثر في ده. وعلى إثر كلام حضرتك لذكر الأمة، إن الأمة الإسلامية بطبيعتها لها جذور إسلامية، مش أمة نبت شيطاني، لا ده أمة يعني غرسها الله تعالى بيده فخرجت بإذن الله. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. طبعا. يعني أقدر أقول فضيلة الشيخ إن مكانة الأزهر اكتسبت من حب الأمة للإسلام ولعلماء الإسلام. الأمر الثاني كان في علماء مخلصين. تمام. الإخلاص أثر الكلمة. تمام. المكتوبة فيها نور. نعم. والمنطوقة فيها نور. نعم. والمسموعة فالأمة دانت كلها. إلى الآن يا أستاذ أحمد، إلى الآن. نعم. يعني ما زالت البلاد خارج مصر، الكثير من أبنائنا، كثير من أبناء مصر لا يعلمون حجم هذا الكيان الضخم الكبير الذي أقول هو أمة خارج مصر. نعم. العلم الشرعي في شتى بلاد الله مأخوذ من هنا. عندما تذهب إلى لندن وترى أئمة المراكز الإسلامية، عندما تذهب إلى أمريكا أكثر من 4000 مركز إسلامي، قلما تجد مركز إسلامي لا يقوده عالم من الأزهر. قلما يعني إن كان 4000 ممكن تجد فيهم 100 أو 200 والباقي كله العالم. ورقم واحد، والله يحكي لنا أحد مشايخنا أنه كان يذهب إلى بعض البلدان، وده حدثت معي أنا شخصيا وأنا العبد الحقير الضئيل الهزيل، ربنا يجزاك تواضع، أنهم قبلوا الحذاء لأنه آتي من الأزهر. والله قبلوا الحذاء، الجزمة بسوها، طبعا خلل، لكن شوف ماذا الحذاء جاء من الأزهر. يا رب، أنا وقفت شبه كاد أن يغمى علي. إيه اللي بيحصل ده؟ كل دماغه إن ده يعني لا تتخيل وضع له وضع، وده أدركه أعداء الإسلام. وهنا أنا عاوز أسأل حضرتك يعني سؤال مهم جدا. نعم. يعني من خلال كلام فضيلتك إن الأزهر يعني كان دوره عظيم، ليس فقط في النواحي الثقافية والاجتماعية والدينية، بل تعدى أيضا إلى الأمور السياسية. فضيلة الشيخ، أنا أتساءل الآن أنا والمشاهدين الكرام يعني بصوت مرتفع، واقع الأزهر اليوم والآن لماذا تراجع؟ لماذا تغير هذا المنبر وهذا الجامع الرائع الراقي وعاد يعني إلى الخلف قليلا؟ لماذا لم تعد هذه الظهور المزهرة كما كان سابق عهده؟ بارك الله فيكم. يعني أنا طبعا مع جزء من هذا السؤال. نعم. يعني لست مع كل السؤال. تفضل. إن لماذا تراجع أو لماذا قل هذا المنبر أو لا، بفضل الله تعالى. أحب فقط أن أذكر يعني هذا الكيان حجمه قديه الآن، وبيتطور قديه، وفي خير قديه الآن، لأن الكثير من أبناء أمتنا ومن أبناء مصر خصيصا عمي عليهم دور الأزهر. كيف؟ لا يعرفون ما معنى الأزهر. في دماغهم الأزهر يعني الشيخ اللي عندهم في البلد أو في القرية أو في الحي، هو ده الأزهر بالنسبة له. لا يدري ما معنى كلمة أزهر، ولا يدري ما معنى نتاج الأزهر وروافض الأزهر وما يتم. يعني الوضع كما قلت، وضع الأزهر أكبر من مؤسسة، أكبر من كيان. الأزهر جزء من المجتمع، جزء هو المجتمع، قيادة المجتمع. نعم. دي الحقيقة. إذن ما يمر به الأزهر من ضعف هو ما تمر به الأمة من ضعف. في حالات يعني زي بيقولوا أمر طبيعي باللغة البلدي، هذه سنة الله في خلقه. يعني كلما تراجعت الأمة كلما تراجع دور الأزهر منها. نعم. هذا لا شك في هذا. يعني الأزهر من ناس بشر بيحدث لهم ما يحدث لكل الناس. تمام. البدن يمرض
ويصح وكذا، عينك تتعب ويجي لك مرة سخونية عافاك الله، ومرة وهكذا يعني. وتلك الأيام نداولها بين الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، شوف حدثي المسلمين في غزوة حنين، شوف غزوة بدر، غزوة المسلمين عبر التاريخ. تجد لسه بنقول التتار عملوا ايه في الأمة، وبعد التتار الأمة قويت وانتصر على التتار. شوف الصليبيين عملوا ايه في الأمة، وبعد كده جاء صلاح الدين الله، وده كان أزهري تمام، يعني عالم من الأزهر وله وضع في الأزهر وله تاريخ مع الأزهر. ليست الحلقة الآن مكانه في تحويل الأزهر إلى سنية كاملة وإلى ده وضع رحمه الله رحمة واسعة. آمين يا رب. انطلاقة العلماء مع صلاح الدين وانطلاقة ده كلام كان كبير جدا جدا جدا. فدي كانت تعتري الأمة أشياء وتأتي وهكذا. يعني أقول إن الفترة اللي احنا فيها دي لنا حق إن احنا بنزعل طبعا ونصرخ وكل شيء، لكن دي أقل فترة يؤخذ فيها المسجد الأقصى من المسلمين. أقل فترة. نعم، عبر التاريخ. نعم، دي أقل فترة اللي عمرها كام؟ هنقول من 48. نعم، نقول من مثلا دي أقل فترة يؤخذ فيها الأزهر. أخذ قبل ذلك 100 عام. القدس معذرة، نعم، 100 عام. الأقصى أخذ قبل ذلك 90 عام. أخذ قبل ذلك 100 كده، أقلها قرن. دي أقل فترة. فكانت الأمة يعتريها عبر التاريخ انحطاط وعلو ارتفاع. سبحان من خلق السماء والأرض، سبحان من جعل الليل والنهار، سبحان من خلق الظلمات والنور. احنا من الأشياء اللي تعتريها ما يعتري مخلوقات الله عز وجل، والأزهر كذلك. نعم، يعني ده حدث قبل ذلك في من هم أولى منا، خير القرون حدث في أشياء مثل هذا. وبعدها ولا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. في اللي أخير من الأمة قبلنا أخذ منهم الأقصى ورجع. الأمة الآن بفضل الله تعالى دور الأزهر نعم في شيء من التراجع، كل لا ينكر هذا كما نعم، أشرت. نعم، نعم. ولكن دائما نذكر ما فيه من خير ونكبر النواحي الإيجابية جدا، ولا نسلط الأضواء على نقاط الضعف. يعني إنسان عنده سخونية قول له أنت ساخن، أنت حرارتك 40، أنت شكلك هتموت، أنت على فكرة يا رب اهدي، ده أنت إيه اللي بقى ينفع نشخص الداء برفق. بقك ما شاء نعم، الله، نعم، صحتك تمام، نعم، ده أنت ما الله أكبر، قلبك سليم، كبدك سليم، الثوابت سليمة. إحنا بنسلط تسليطات في خلل، ولا أحد ينكر ولا علماء الأزهر ينكروا هذا بالإجماع. من الإمام الأكبر وانت نازل هيقول لك نعم عندنا، وبنحاول محاولات، وهنتكلم الآن عن محاولات اهو اللي بتتم الآن بفضل الله. ما من إمام من الأئمة اللي هو الإمام الأكبر منصب شيخ الأزهر إلا ويجري الله عز وجل على يديه أشياء يتقدم بها الأزهر للأمام. تمام. يصح الجسم. يعني لما نشوف الدكتور عبد الحليم محمود، لما نرى الشيخ مثلا بيصار قبل، لما نرى الشيخ الجاد الحق رحمه الله عليه رحمة لما الله. نرى نعم. كل هؤلاء، كل شيخ أزهر سبحان الله العظيم يجري الله على يديه المنصب ده. كما يقول بعض الصالحين هذا المنصب منصب طاهر. يا سلام. نعم. يا سلام، يا سلام. والله كلام طيب. يقول الناس منصب طاهر. هذا الكرسي كرسي طاهر، منصب طاهر، ومسؤولية كبيرة يا شيخنا، مسؤولية أمة. نعم. عندما يأتي أحد الأئمة الكبار ويتولى هذا الذي ولاه هو الله عز وجل، والله ما يتولى إنسان ولاية لا مسلم ولا كافر إلا بأمر الله. نعم. الله نعم. هو الذي يولي سبحانه. وده شيخ إمام عالم كبير ربنا ولا، فيجري الله على يديه تقدما ما تم قبل ذلك. كل عالم كانوا بيسلم للتاني، واقتراحات كانت في ذهنه كان يتمنى يفعلها، ثم يأتي يعني الآن بفضل الله تبارك وتعالى ما يتم من القسم الشرعي الجديد اللي هو كأنه الأزهر بيجدد النبتة، النطفة بتنمو تاني أهي بقى، بتطلع بطريقة عجيبة. أوائل الطلاب في الإعدادية على مستوى الجمهورية، أوائل الطلاب النوابغ حافظ 30 جزء زي اسمه، نعم، وبعضهم واخد القراءات، تمام، وفي اللغة وفي نوابغ الطلاب في الإعدادية. شوف التربية بدأ منين، يدخل أولى ثانوي لا علمي ولا أدبي، عشان ما يحترش بالعلوم الأدبية اللي هي مضافة للعلوم الشرعية، أو بالعلوم العلمية اللي مضافة للكفاية. الثقافة اللي خدها في الإعدادية تكفي، ويتخصص في العلوم الشرعية. وده تم الآن في كل المحافظات، كل محافظة فيها بداية نطفة، وستكون علقة ومضغة وعظام ولاء وإنساء وقوة عالية بإذن الله. ده نعم. ما تم أول ما تم مع الإمام الأكبر فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، أول مشروع فوري كان هذا المشروع. طيب فضيلة الشيخ، هل حضرتك موافق على مبدأ رجوع التراث للأزهر؟ طبعا. يعني ككونك أزهري ومحب الأزهر وغيره على الأزهر، عاشق الأزهر نعم بلا خلاف طبعا. هل حضرتك يعني تؤيد رجوع التراث إلى الأزهر؟ أؤيد ما هو موجود الآن بالضبط، وكنت أحلم به.
وأنادي به أصلا يعني بفضل الله من زمان كنت أكلم مشايخنا نفسنا نعمل قسم للعلماء يكون تخصصه بادئ من العلم الشرعي من بدري، ما يشغلوش بالجبر والهندسة كفاية الإعدادية، حتى أنا كنت أتمنى كفاية الابتدائية. نعم. لكن لعل مشايخنا أفقه بفضل الله تعالى إن الإعدادية أحسن، تديله برضه الشيخ لما يكون عنده إحاطة علمية بنواحي الحياة، يعني يحسب ويعمل وعلى عارف لما يقول صحيح. دايرة يعني إيه، صحيح. قطر دايرة يعني إيه، مساحة الدايرة تساوي إيه في إيه، نق مش عارف إيه وبتاع ده يعني الشيخ ما يبقى أنت عارف. شوف الشيخ الشعراوي رحمه الله لما كان يذكر أشياء مثل هذه الأشياء وما يحب ينميها بعدين عنده أسس لها، ما يحب ينميها يقرأ في مادة خد ثوابت أو أساس لها. صحيح. فهذا ما نريد أن يكون هناك أيضا عالم طبيب، لأن كان من علماء الأمة القدامى الإمام السيوطي عالم طبيب، الإمام ابن القيم عالم طبيب. ما هو إلى الآن فضيلة الشيخ يعني منذ يعني ما نادى كثير من الناس بمراحل التطوير في الأزهر من عام 1960 تقريبا إلى هذه اللحظة في خلاف. بعض الناس تقول لك نحن لا نقبل التطوير في الأزهر. نعم. بعض الناس تقول لك لا احنا محتاجين كما تفضلت الآن، احنا محتاجين طبيب مسلم، مهندس مسلم، ماشي. صيدلي مسلم. ولكن التطوير اللي كان تم في الماضي علماء الأزهر يعني ما يعني مشايخنا اللي احنا قعدنا معاهم ونقلوا عن مشايخهم لم يكونوا سعداء أبدا بهذا التطوير، لم يكونوا سعداء أبدا أبدا، لأنه حدث فيه شيء من الخلل وكان وراءه أشياء. لكن يعني سبحان الله كان الأمل أن يكون في قسم شرعي اللي هو الموجود الآن، ولعل الدكتور الطيب هو في هذه الآونة يعني حاول ان هو ينشئ قسم خاص. نعم. توفيق من رب العالمين. تمام تمام. ومش أي حد يدخله، لا ده الأوائل النوابغ، لأن كان هدف يعني لو في هدف سيء في التطوير بتاع الستينات كان الهدف السيء أخذ الطلاب النوابغ ووضعهم في الطب والهندسة وإبعادهم عن أصول الدين. تاخد من كم في المية؟ من 48%. صحيح. 50%. يعني الموقوذة والمتردية والنطيحة. نعم. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. والعياذ بالله يدخل أناس اللي هم ساقطين الإعدادية ياخدهم الأزهر. غالبهم مش كلهم. مش كلهم طبعا. نعم. حاشا لله. نعم. الأئمة الموجودين والمشايخ اللي في الأزهر صحيح. والمعيدين واللي طالعين الأوائل. صحيح. إنما فتحت باب لعدد كبير جدا قالوا ساقط الإعدادية يخش الأزهر، ساقط الثانوية اللي ما يمشي يخش الأزهر. سأل الله أكبر. فده فتح مجال كبير جدا جدا. وحدثت في حلقة الآن مفقودة اللي هي الجيل اللي بدأ يعلم في المعاهد اللي كثرت. ولذلك لما اختير مدرسين لهؤلاء المجموعة الجديدة للطلاب النوابغ أيضا اختير مدرسين نوابغ. نعم. ربنا عز وجل وفق الإمام ومن معه من قطاعات الأزهر لاختيار أحسن للتدريس في هذه المعاهد المتخصصة جدا التي ستخرج علماء نطمع ونسأل الله أن يكون يعني هو ده التطوير العالي بقى إن شاء الله. أرجع لحضرتك يعني خطوة إلى الوراء. حضرتك يعني ذكرت لك كلمة وحضرتك أخذتها كلمة عابرة وانتهى الأمر، لكن أنا محتاج فعلا أقف معها. نعم. موضوع عودة التراث للأزهر. نعم. شيء يحمد كتير جدا لفضيلة الإمام طبعًا. الأكبر الشيخ الطيب رجوع للتراث، لكن يعني بعض الناس كان بيتناقلوا هذا الأمر. نعم. بيقولوا هذه الكتب التراثية كانت تعايش واقع معين، فلسفة معينة. نعم. دلوقتي أنا وليكن وإحنا طلاب في الثانوية أو في الإعدادية الأزهرية. نعم. وأنا ابن الأزهر أيضا. نعم. كنا يعني نتحدث ونقرأ في كتب